شوفوا لي جمالها ما شاء الله، الشكل بحكي بصراحة. من أكتر وصفات البسبوسة يلي استمتعت بتحضيرها. وصفة اليوم من أكتر الوصفات يلي بتنطلب مني بشكل يومي، البسبوسة. حبيت إنه الفيديو يكون شامل لكل المعلومات يلي ممكن تفيدكم، حتى تطلع معكم البسبوسة طرية ومرملة وبنفس الوقت هشة، وتكون مظبوطة معكم بكل مرة. هنحضرها بطريقة سهلة وكمان سريعة. راح تكون وصفة معتمدة إلكم، لأني واثقة إنكم راح تحبوها مثلي. قوامها بجنن، دايبة وبتنقطع بسهولة بالمعلقة بدون ما تتفتفت، وبنفس الوقت متماسكة وطرية جدا. من أروع وصفات البسبوسة يلي ممكن تجربوها. تابعوا الفيديو للنهاية حتى تستفيدوا من كل معلومة بذكرها. بس قبل ما نبدأ بالوصفة، ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بوصفاتي أول بأول. ويلا خلونا نشوف مقادير وصفتنا اليوم وطريقة التحضير. أول خطوة رح نعملها نجهز القطر الخاص بالبسبوسة. في كسرولة رح أضيف 2 كوب سكر و2 كوب مي ومعلقة صغيرة فانيلا سائلة أو بودرة. بقلب السكر حتى يذوب تماما قبل ما أرفعه على النار. بعد ما يغلي القطر أول غلوة، بضيف معلقة كبيرة من عصير الليمون وبتركه على نار وسط لمدة 10 دقايق. بالنسبة لمكونات وصفة اليوم، مثل ما انتوا شايفين مكونات بسيطة ومتوفرة بكل بيت. راح نحضر منها أنجح وأشهى وصفة بسبوسة. بنحتاج لتحضير وصفة اليوم سميد، سكر، فانيلا، حليب، لبن زبادي، بيكنج باودر، جوز هند وزيت نباتي. هاي كل مكونات وصفة اليوم. وهلأ أول خطوة بتحضير البسبوسة. في وعاء عميق رح أضيف كوب حليب سائل بحرارة الغرفة. رح أضيف على الحليب كوب لبن زبادي وكوب زيت نباتي ومعلقة كبيرة فانيلا سائلة أو بودرة. بخلط المكونات السائلة حتى تمتزج مع بعض. لو مش متوفر الحليب السائل، استخدمي الحليب البودرة. لكل كوب مي معلقتين كبار من الحليب البودرة. ضروري تكون كل المكونات بحرارة الغرفة. استخدمت بالوصفة الأكواب المعيارية، وممكن تستخدموا أي كوب، المهم تكون كل المقادير بنفس الكوب المستخدم. هلأ راح أضيف على السوائل 2 كوب سميد وسط، نص كوب سكر، وكوب جوز هند خشن، وراح أضيف ظرف بيكنج باودر وزن الظرف 10 جرام. بعد ما ضفت كل المكونات الجافة، راح أحرك الخليط بهدوء بالمضرب الشبك. استخدموا جوز الهند الخشن مثل يلي موضح لكم بالفيديو، بيعطي ريحة وطعم لا يقاوم للبسبوسة، وأطيب وأفضل بكتير من جوز الهند الناعم. هلأ راح أستخدم معلقة سيليكون للتقليب وأقلب البسبوسة من تحت لفوق بهدوء. وهذا سر من أسرار نجاح البسبوسة حتى ما تطلع معكم مكتومة. ملاحظة: لو بالغنا بالتحريك راح تطلع معنا البسبوسة ناشفة ومكتومة. يفضل إنكم تقلبوا البسبوسة تقلبتين ل3 بالكتير، إنه تختلط المكونات مع بعض فقط.
ثاني سر من أسرار نجاح البسبوسة تكون عجينتها طرية مش جامدة، شبه سائلة. خليط البسبوسة صار جاهز معنا، وهذا القوام الصح والمطلوب لخليط البسبوسة. هلأ راح نجهز صينية الخبز. استخدمت بايركس أكبر حجم، بدهنه بسمنة وطحينة بيضة وبركز على الحواف. هلأ بوزع خليط البسبوسة بالبايركس. لو مش متوفر عندك بايركس حجم كبير أو عيلتك صغيرة، ممكن تعملي نص مقدار البسبوسة. بالنسبة لمقدار الحليب، ممكن تحتاجوا تزودوا حليب سائل لخليط البسبوسة، لأنه السميد أنواع، برجع لنوع السميد. لو حسيتوا القوام جامد ضيفوا حليب سائل بالتدريج. البسبوسة هي السهل الممتنع، مكوناتها بسيطة وسريعة بالتحضير، لكن ضروري نلتزم بالمقادير وطريقة التحضير حتى تطلع معنا دايبة ومرملة وبنفس الوقت هشة. بعد ما وزعت كل خليط البسبوسة بالبايركس، بفردها بشكل متساوي. الحلو بهاي البسبوسة إنها بدون بيض، واللبن مكون أساسي فيها وهو سر طراوتها. هيك بتكون البسبوسة صارت جاهزة للخبز. بدخلها فرن محمى مسبقا على نار وسط، بس تاخد لون ذهبي من الحواف بتكون تحمرت من تحت. بحمر الوجه. ما شاء الله، البسبوسة الفخمة صارت جاهزة بعد الخبز. أخذت اللون الذهبي الحلو، طرية جدا، وريحتها مع ريحة جوز الهند بتفتح النفس. قطعت البسبوسة لقطع متساوية وهي سخنة، وهلأ رح أوزع عليها القطر الساخن، وضروري تكون البسبوسة لسه سخنة، وهاد كمان سر من أسرار طراوة البسبوسة. أخذت معي البسبوسة كل مقدار القطر يلي ذكرته. بعد ما وزعت القطر على البسبوسة، رح أغطيها حتى تتشرب القطر، وضروري جدا إنكم تغطوا البسبوسة حتى تحافظوا على طراوتها. زينت البسبوسة بجوز الهند، وهيك صارت جاهزة للتقديم. شوفولي جمالها، ما شاء الله، الشكل بحكي. بصراحة من أكتر وصفات البسبوسة يلي استمتعت بتحضيرها، سهلة وبسيطة وما بتاخد أي وقت. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم مثل ما أنا حبيتها، واستمتعتوا فيها مثل ما أنا استمتعت بتصويرها. بجد من أروع وأفخم وصفات البسبوسة يلي ممكن تجربوها، ناجحة وبتطلع معكم هشة وطرية. هستنى رأيكم بالتعليقات، وانتظروني بفيديوهات ووصفات جديدة ومميزة بإذن الله. بانتظار تطبيقاتكم الفخمة كالعادة، وما تنسوني من دعواتكم، وأي استفسار اكتبولي تحت بالكومنتات. دمتم بخير.